بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الفرح على عيونكم يا رب. بقول لكم صباح الخير ليه؟ لأن أنا بسجل الفيديو الصبح. أنا دلوقتي معايا النهاردة غدا سهل وسريع وخفيف وبسرعة البرق هتخلصيه. هتأكلي ولادك وهتشبعيهم وهتبسطيهم وهتريحي دماغك من زنهم. انا معايا دي حلويات المذبح، معايا كبدة وقلب وكلاوي وسجق وحلويات المذبح السمين. هبدأ ضفت عليهم ملح وفلفل وكمون وشطة. انا لازم اضيف البهارات بتاعتي في الاول خالص علشان الاكل نفسه ياخد ويدي من طعم الاكل. ضفتهم في معايا في معايا زيت سخن، ضفت فيه على طول الكبدة والقلب والكلاوي والسجق، ضفتهم في المقلاية بسيبهم لغاية لما تنزل الكبدة ميتها وتبدأ كل حاجة تتشمع معايا، وبقلبهم تقليبة حلوة جدا. ولازم تتأكدي ان كل حاجة طايلة الزيت وطايلة النار، يعني ما يبقاش فيه اكل منك من فوق وخلي دايما ايدك في المقلاية في التقليب علشان الاكل كله يستوي. طبعا ديت حاجات انتوا كلكم عارفينها، انتوا ستات شطار وعارفين كل ده. معايا ده نص قرن فلفل حراق، ما باخدوش كله، ده يعني قرن كامل، انا هاخد نصه بس علشان ما تبقاش حراقه قوي، طبعا علشان اللي عنده اطفال وكده. لو انت عايزه تضيفي مكانه فلفل بارد بيبقى جميل. الاتنين نفس الغرض. بضيفهم مع بعض وبقلبهم حلو قوي في البتاع. بس طبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين وغزه ولبنان والسودان وسوريا وجميع الدول العربيه، اللهم انصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. انا معايا السجق، لازم اقسم السجق كده بالنص لان انا بيبقى عندي شك ولا 1% ان هو ممكن يكون موصلوش السوا من جوه، فلازم اتاكد ان هو مستوي. فلازم اعمل الحركه ديت كل مره يجيلي فيها سجق، وبمسكه عادي من النار. النار ما بتلدعش مؤمن يا حبايبي. صباح الهنا والسعاده على عيونكم يا رب. انا معايا نص جزرايه ببشرها على الكبده وبسيبها تاخد وتدي بشكل ود مع بعض في قلب المقلايه، بتنقل الكبده في حته تانية وبتخلي لها طعم تاني. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. بعد ما هبشر الجزرايه لسه معايا في اضافات تانية، حاجات تانية بقى هبدأ ان انا اضيفها على الكبدة. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم تقولوا لي في تسلم ايدك يا أمولة. انا اللي معايا دوت فشة وطحال بضيفهم على الكبدة. طبعا ده بعد ما اتأكدت ان الكبدة استوت 90%. ابدأ بقى اضيف عليها الفشة والطحال واسيبها لما لما كله بقى يستوي مع بعضه. عاوزة تضيفي الفشة في الأول مع الكبدة كله مع بعضه، يعني من البداية عادي، هي يعني مش هتفرق كتير، بس أنا بحبها كده. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. ونبدأ ننقلها بقى في صينية السعادة. الحاجات ديتي بتبسط ولادنا أوي أوي أوي، يعني من دون ذكر أسماء مطاعم. أنا ابني نفسه لما بيشوفنا عاملة له الصينية دي بيفرح أوي 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 ويقعد يقول لي صينية فلان من غير ذكر أسماء. طبعا بتجرنيش بقى الأكل، حببيهم في كل حاجة انت بتعمليها. بعد ما خلصت هنبدأ ممكن تعملي في سندوتشات، وممكن تبقى كده للأكل على طول. أنا بصراحة حطيت كده على طول إن أنا أصلا كنت بعمل وأنا مستعجلة وبجري علشان ألحق أخلص دوت الليفت بتاعي بعد ما اتملح. احنا طبعا كنا قربنا نخلصه واتملح تمليح تمام. ارجعوا الفيديو الليفت واعملوه بطريقتي والله ما هتندموا. وعملت حبة سلطة وطبعا عيش والحمد لله. وكده انا خلصت الوصفة بتاعتي، بتمنى ان انتوا تجربوها. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع الف سلامة. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس.